السلام عليكم. معاكم ادم ميدو دانس كلاب. النهارده هنتكلم عن موضوع قطع غيار المضروبه. قطع غيار المضروبه ديت، انا كان في واحد صاحبي بيعمل عمره لعربيته، فروحنا محل. حضرتك عايزين طقم سبيكه 010، عايزين طقم جلد صباط، راح مطلعهم لي، حطهم قدامي. طبعا لان انا عارف الاصلي من عند الحاج عصام، قلت له حضرتك ده مش اصلي. قال لي ده اللي موجود عندي. قلت له طيب متشكر جدا، اتفضل خدهم. السلام عليكم. رحت طبعا قعدت الف على كذا محل، لفيت محلات بورسعيد كلها تقريبا. مفيش غير محل واحد لقيت عنده الطقم اصلي، لكن كان ممكن نقول اغلى من سعره مثلا ب 100 جنيه. بس ساعتها كنا واقفين، كان لازم ان احنا نجيب الحاجات دي. وطقم السبيكه طبعا ما لقيتوش اصلي، لقيت كله مغلف، كله بلا استثناء مغلف. ومحدش بيقول لك مغلف، تقول له عايز اصلي يقول لك ده الاصلي يا باشا. بس ده مش اصلي، لا لا هو الاصلي كده. فعادي. ما جبناهوش. ورحت جبت ماركه تانية اسمها جي ام بي، ميد ان كوريا. دي انا عارفها لان انا بجيب منها عواميد كامله. المهم، جبت الجي ام بي طبعا لانها ماركه احسن من المغلف ده، لان ممكن يكون المغلف صيني. والموضوع خلص على كده. الكلام ده من حوالي شهر. جيت من امبارح او اول امبارح تقريبا، لقيت حد عامل بوست فبيتكلم على قطع غيار، فقلت خلي بالك. لقيت واحد بيشكر في محل، فقلت له لا خلي بالك، الحاجات دي عنده مش اصليه، الحاجات دي مغلفه. دخل صاحب المحل يقول لي انا ما قلتلكش انها اصليه. طب حضرتك انا لما دخلت طلبت عايز اصلي، انت جبت لي مغلف ما جبتليش اصلي. تمام. فالمهم الراجل ما كانش معترف بغلطته، فانا قلت لازم اعمل فيديو عشان الناس تعرف الفرق ما بين الاصلي والمغلف. اي قطعه غيار اصليه، خصوصا قطع غيار دايو، هتلاقي عليها باركود. باركود اللي هو ده. تمام. هتحمل على تليفونك برنامج اسمه باركود سكانر من الاب ستور او من جوجل بلاي. وهتعمل سكان للباركود. مجرد ما انت هتعمل سكان هيطلع لك الرقم. هتعمل سكان طبعا على الباركود اللي فوق، هيطلع لك الرقم اللي تحت اللي هو ده. تمام. ده رقم البارت نمبر بتاع القطعه. هتقارن ده باللي هيطلع لك. دي رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقي عندك جوه البرنامج اوبشن اسمه سيرش اون ويب، ان انت تشوف قطعة الغيار دي بالرقم ده على الموقع. طبعا هيعمل لك سيرش على جوجل بالرقم بتاعها. في حالة ان القطعة طلعت هي هيها زي اللي قدامك، في نفس العبوة، في نفس كل حاجة، يبقى قطعة الغيار دي اصلية. تمام. اللي مش اصلي، هتلاقي عندك البارت نمبر ممكن ما يقراش معاك على الباركود اصلا، وانت هتيجي تمسح تلاقيه البرنامج ما بيقراهوش. ده لانه مش اصلي. دي اول حاجه. تاني حاجه، ساعات بيكون في بعض المستوردين الاغبياء، بتلاقي حاطط لك هنا رقم صح مظبوط، لكن تحت منه في الوصف بتاع المنتج، في الكلمه نفسها اللي هي بالانجلش اللي مكتوبه تحت، يعني مثلا دي قربة ميه. تمام. لا مسهية، دي قربة اصليه وواطه اصلي. هتلاقي مكتوب مثلا تانك مش عارف ايه سيرج تقريبا. تمام. هتلاقي الوضع مختلف. ممكن مثلا تلاقي مكتوب تايمنج بيلت مثلا، يبقى الرقم رقم القربة، وتحت هنا مكتوب مثلا سيركاتينا. عادي، تقليد. في الدنيا هناك مضروبة عادي. ده الموضوع ده حصل في جوان غطا تيكيهات. كان مكتوب عليه 25 جنيه، ومحطوط عليه ستيكر، ومحطوط في كيس زي الأصلي بالظبط، ومكتوب عليه 25. طبعا هو سعره الحقيقي 75 جنيه. كان ساعتها كمان ب 75 جنيه، النهارده أغلى من كده. المهم، فببص على الورقة لقيت مكتوب عليها تايمنج بيلت سيركاتينا سيركاتينا، والرقم فوق زي ما هو صح مظبوط، غطا تيكيهات، جوان غطا تيكيهات. المهم، آه، اي قطعه غيار هتشتريها جي ام. تمام. ده مثلا اهوت والسيل كرنك. اي قطعه غيار جي ام هتلاقي عليها الباركود. هتعمل سكان للباركود بالتليفون وانت واقف، في ثانيه هيطلع لك القطعه دي اصليه مش اصليه. بنسبه 90% جميع قطع الغيار اللي مضروبه مش هيطلع معاك الباركود بتاعها، مش هيقرا معاك خالص. تمام. اي قطعه غيار تانية عاديه اهو، دي حاجات عاديه، مش شرط تكون منصور، ده مستورد غير منصور. هتلاقي برضو عليها الباركود، هتعمل له سكان، هيطلع لك على طول القطعه، هتلاقي رقمها ظاهر قدامك على البرنامج. تعمل سيرش اون ويب بنفس الرقم من جوه البرنامج، هتلاقيه جاب لك صوره القطعه نفسها بس. فاي قطعه غيار تيجي تشتريها جي ام، اهي برضو ترموستات كوعه نفس الكلام. اي قطعه غيار جي ام على طول تعمل سكان للباركود بالتليفون بتاعك. طبعا كلنا معانا تليفونات النهارده سمارت فون، اي حد ممكن يعمل الحوار دوت. دي الحاجة الوحيدة اللي تضمن حقك النهاردة، طالما التجار ما بتقولكش أصل ولا مش أصلي. لا، أنا النهاردة مش محتاجك تقول لي، خلاص أنا النهاردة أنا هعرف قطع الغيار الأصلية لوحدي بالتليفون كده، هشوفها. أه يا باشا دي أصلية هاخدها، دي مش أصلية مش عايزها. واتقوا ربنا شوية، مش كده يعني. بس
ادي الموضوع كله. قلت اختصر لكم الدنيا كلها بسرعه واحكي لكم الموقف اللي حصل، لان اسلوب التاجر كان مستفز. يعني لما يجي واحد يقول لك انا ما قلتلكش انها اصليه، انت يعني انت تديني الحاجه وتقعد ساكت. طب افرض انا ما سالتكش، افرض انا مش عارف الفرق ما بينها، ما بين الاصليه وبين المش اصليه. انا واحد مش المفروض ان انا اعرف الفرق ما بين دي ودي؟ يعني المفروض اروح اشتري، انا عايز اصلي اتفضل اصلي. لا والله مش عايز اصلا، انا عايز كوري، هات لي كوري مفيش مشكله. انما تجيب لي الحاجه وتحطها قدامي وتسكت وتبقى العلبه تقليد شبه الاصلي، لا مش حلو. بس ادي الموضوع كله. سلام عليكم.